ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هل الفيسبوك لسه بيدي فلوس بالدولار؟ اكيد ده اللي حصل معانا وجربناه، وفي طريقتين جاي اقول لك عليهم النهارده عشان تقبض كل شهر فلوس من الفيسبوك. هتعمل ايه؟ يلا سريعا نشوف هنعمل ايه. في البدايه كده يا شباب، لو انت ملف شخصي او صفحه، هتعرف تتعامل ازاي. هتخش على لوحه المعلومات، ده ملف شخصي بيحقق ربح، وبعد كده هتروح على تحقيق الربح زي ما انتم شايفين كده، وهندوس هنا تحقيق الارباح. اعرف منين ان انا مؤهل لده؟ هنا تحقيق الارباح، نظرة عامة. هنا في الاكونت ده كان بيحقق ربح وخرج من الربح، فاهم حاجة عندكم هي دي اللي انت هتخش تقدر تحقق منها الارباح. طيب النجوم، هتقدر تحقق من النجوم كده، هو مؤهل ان هو يحقق من النجوم الاكونت ده. طيب هل الاكونت ده العوائد زي ما انتم شايفين كان محقق ارباح، وادي القبض اللي احنا قبضناه زي ما انا وريتكم اهو. عرض التفاصيل، ادي هي الاموال. تمام. انت بيتبعت لك لازم اعمل حساب بنكي عادي جدا، يعني مثلا ممكن اروح البنك الاهلي، ممكن اروح اي بنك وات ايفر، اعمل حساب اللي هو ب 3000 او ب 5000 جنيه، وببعت لهم البين كود هنا لما بدخل البطاقه بتاعتي وحاجتي والدنيا كلها. هتعرفوا كل دوت في الفيديوهات اللي جايه. حاجه سهله جدا. لما بتقبل في شركاء يوتيوب، اول ما بتعمل ال 25 دولار، يعني اول لما بتحقق مبلغ ال 25 دولار، بيجي لك ان انت ممكن تبعت العوايد بتاعتك. يعني ايه العوايد؟ يعني تتسجل العوايد بتاعتك اللي انت هتبعت عليها الفلوس. كل ما بتتم ال 100 دولار كل ما هيبعت لك الفلوس بتاعتك. يعني بصوا هنا هتلاقي كلمة مدفوع هنا عشان 1 سنت، فجاري المعالجة. يعني ايه جاري المعالجة؟ يعني بيتجمع السنت على ال2 سنت على وات ايفر انت عملت سنت في الشهر، هيفضل محسوب لك وبيتجمع، مش هيتخصم منه اي حاجة. طيب الحساب بتاعي انا مثلا مصري، هيتبعت عليه بالدولار ازاي؟ انت بس بتفتح الحساب وبتديهم البين كود، ومره واحده يا باشا بيجي اخر الشهر بتلاقي الحساب الدولاري مفتوح لك، وان انت نزل لك فلوس من على الفيسبوك. تمام كده. طيب نعرف ايه اول طريقه احنا لازم نعملها علشان نحقق ارباح. هتنزل كل يوم فيديو. الفيديو هنا ما بيتسماش فيديوز بالعرض مثلا زي اليوتيوب، لا، الفيديوز هنا بيكون عبارة عن شورتدز بس. احسن لك نزله 3 دقايق، دقيقتين ونص، عشان وقت المشاهدة ده بيخلي الفيديو يفايرن ويوصل لناس كتير وينتشر بسرعة. طيب هتنزل الفيديو بالعرض؟ لا، اوعى تصور اي فيديو او اي كونتنت انت بتعمله على الفيسبوك اوعى تنزله بالعرض. صوره بالطول، ويكون الكواليتي بتاعته نضيفه شويه. يعني مش هقول لك كاميرا وكده، لا، خليك في تليفون اوكي، بس كواليتي الصوت ما يبقاش الصوت بعيد. حاول تجيب مايك، حتى لو اي مايك صوته حتى لو مش كويس، بس انت عشان تقدر تصور من زوايا بعيده، لو بتصور في شارع، لو بتصور في بيت وفي نويز، في دوشه حواليك، الكلام ده تقدر ان انت تتجنب الكلام ده كله. تمام. حدد ساعة معينة تقدر تنزل فيها كل يوم. يعني أنا مثلا بقدر أخلص الفيديوهات بتاعتي كلها الصبح، فبقوم منزل حاجة اسمها مجدول. يعني بنزل الفيديو الساعة 12 وبعمله مجدول إن هو ينزل لوحده أوتوماتيك الساعة 3. يبقى أنا كده بنزل الفيديو الساعة 12؟ لا، أنا كده بخلص شغلي الساعة 12 كتصوير وكل حاجة ومونتاج، وبيكون الفيديو معايا جاهز. بعمله ان هو كل يوم الفيديو بتاعي ينزل الساعة 3. طيب ليه ساعة معينة؟ علشان دي الجوريزم ومواضيع كبيرة، مش عايز اطول عليك. عايزك بس تقدر تحقق الشروط. طيب ايه الشروط اللي انا المفروض اوصل لها علشان احقق وادخل برنامج شركاء الفيسبوك؟ طيب عشان تخش برنامج شركاء الفيسبوك يا باشا، دي طبعا المسجز دي بتكون موجودة على التليفون اوريدي عندك. لو دخلت نعمل زوم كده ونشوف: استفد من برنامج تحقيق الأرباح من المحتوى، ستتلقى دعوة إلى برنامج تحقيق الأرباح من المحتوى إذا وصلت إلى 300 ألف من
مشاهدات في منشوراتك الجديدة واتبعت سياستنا. خلي بالك من كلمة اتبعت سياستنا دي كويس جدا، لان دي اللي خرجت الاكاونت ده عن تحقيق الربح، وقعد حوالي 3 سنين كاملة ما يجيبش ربح. خلي بالك ان الفيسبوك صعب شوية في الكلام دوت. اليوتيوب ممكن يكون سلس معاك وبيجيب لك تحذيرات وبتاع. الفيسبوك مرة واحدة بام بيقوم قافش الحاجة دي، خلاص شكرا، مفيش بقى تحذير 90 يوم والحاجات الخفيفة بتاعت الايه اليوتيوب. طيب اتجنب ده ازاي؟ ما تحطش ميوزك بتاعت حد عشان ما تاخدش كوبي رايت، ما تاخدش فيديو لاي حد. حاول تتجنب الجرين سكرين شويه. يعني ايه؟ يعني ما تظهرش بوشك على فيديو بتاع شخص وتفضل تتكلم عليه وتقفل صوته وبعد كده تختفي وبعد كده هو يطلع يكمل. حاول تتجنب كل الكلام ده. اعمل فيديو من فكرتك، من كل الكلام ده صدقني هاي فايرل حتى لو انت بتعمل ايه. مفيش اسهل من الطبيخ اللي نازل اليومين دول، فاهمين؟ فاطبخ حاجه حلوه ونزلها، مش بمعنى طبيخ يعني. اطبخ حاجه، يعني اعمل محتوى حلو واعمله كويس ونزله هتلاقيه بيجيب معاك. طيب دي اول طريقه، هتلاقي نفسك بعد شهر بتفايرل والرقم ده بقى بيجي لك على فيديو واحد. شهر واحد 30 فيديو. طيب انا مثلا ما توفقتش في الموضوع ده. خش هنا يا باشا، خد الموقع ده كده لو انت مستعجل، ادي الاسم اهو فوق، تمام. وهنيجي يا باشا كده، انا مسجل اهو، تذكرني لو سمحت. تسجيل الدخول. هنا رصيدي، انا بشحن مثلا معايا دولار وحاجه، هنا المعامله بالدولار. طب هل انت بتدفع بالدولار؟ لا، هوريك انا دلوقتي بدفع ازاي. اول حاجه عشان ايه الناس بس ما تتخضش، معلش يا جماعه انا اللابتوب دوت بعافيه شويه فحاولوا تستحملوني. هنا هتدوس اضافه رصيد اهي، وتقوم نازل كده يا فنان إضافة رصيد. أنا بتعامل مثلا بالمحفظة، معظمنا، مش أنا بس. أنا مش عارف أنزل إزاي. م- م- محفظة الإلكترونية أهي، تقوم عامل كده وهتقوم مثلا مدخل هنا المبلغ بالدولار. هنقول وات ايفر مثلا هندخل 11 دولار. فقال لك قال لك بالمصري 531 جنيه دفع. هيجي لك رسالة على الأورنج كأنك بتدفع بقى فاتورة غاز، فاتورة كهرباء، فاتورة الكلام ده. مرة واحدة تك انت دوست هناك دون اوكي، يعني هيروح لك على طول الرصيد في ثانية، مش هيكمل. تمام، هينزل لك الرصيد هنا. وشكرا كده يا باشا. هنيجي هنا نروح للصفحة الرئيسية. انا كده فهمتكم طريقة الشحن على البرنامج ازاي. في كل الخدمات اللي انت تتوقعها واللي انت ما تتوقعهاش. اللي يخصنا دلوقتي الفيسبوك. انا عايز ابقى ظاهر في الكاميرا كده، تمام. لايك ومتابعة مش عارف ايه، ماشي. لا سيبك متابعة، باكيتشات، متابعات، اوكي ماشي. معلش انا هقرا معاكم لان انا بقالي فترة كبيرة ما دخلتش البرنامج. فالتحديث الاخير انا دخلت من فترة كده، بصيت بصة لقيت ان ايه للتحديث الاخير للفيسبوك نزل له مشاهدة تقريبا. اوكي، فيسبوك مشاهدة للفيديوز، ممكن مشاهدة الفيديو ريلز، خدمة جديدة سريعة. بص ركز كويس قوي في اي حاجة انت بتقراها. بس بص طالما هي بالرقم ده، 1000 لكل 1000 بالرقم ده، يبقى مش دي التفعيل. هنقول بالمثال ان انت هتدور هتلاقي التفعيل هنا في وسطهم. بس انا مش عايز اطول عليك الفيديو، وعايز برضه في نفس الوقت احسبها لك. يعني بص هنا مشاهدات اجانب، عشان لو عايز كمان ايه تخلي الفلوس بتاعتك بدل ما انت بتاخد مثلا على ال1000 سنت وعايز على 1020 سنت، فانت تعمل هنا ايه مشاهدات وبتاع. العب انت بقى يا باشا، دي براحتك جدا. ولو اي حاجة ما حصلتش تقدر تاخد فلوسك من البرنامج هنا لان في دعم. ده اكتر حاجة محبباني في البرنامج ده. ثانية واحدة. اوكي زي ما احنا
مشاهدة لايف فيسبوك لأ، متنوعة، تفاعل، تصوير على منشور، نشر حساب أجنبي، مشاهدة 60,000، 120,000، 180,000، 600,000، هي دي اللي احنا بنتكلم عليها. اوكي ده باكيتش كده. مثلا هنقول ايه هنا، بيقول لك نجيب الباكيتش ده ونقرا كويس جدا. بيقول لك باكيتش فيسبوك 600,000 دقيقة مشاهدة على فيديو اوفلاين، خدمة جديدة، وقت البدء خلال 1 ساعة، يعني هيجي لك الكلام ده كله في ساعة. وقت الاكتمال خلال 12 ل 24 ساعة، يعني قبل الساعة أول لما تدوس يعني معاك لحد ساعة، ما تخافش إن هي تشتغل لحد 12 ل 24 ساعة تلاقيها اشتغلت واكتملت في حدود يوم. ملاحظة: يجب أن تكون مدة الفيديو 3 ساعات لانضمام 30. الضمان 30 يوم، حلو جدا الضمان. طيب ليه الفيديو مدته 3 ساعات؟ بص انت ممكن تلاقي فيديو هنا مثلا ب$3 وحاجة، هنا ب$4 وحاجة، هنا مدته ساعتين، هنا ب$5 وحاجة مدته ساعة. فاهمني؟ ممكن تلاقي 5 دقايق وحاجات كده تحت، والضمان 90 يوم وحاجات كده والكلام ده كله. طيب هنقول بالمثال احنا عملنا كده وحطينا الرابط، ماشي، الرابط بتاع الفيديو يعني هنحطه هنا، وده تمن الطلب، وهتدوس تأكيد الطلب. انت فعلت يا باشا ب$4، $5، ب$10 اللي هو 500 جنيه، فعلت الدنيا بيس امان، شكرا. بس هو ده اللي انت محتاجه. وهنا بيجيب لك بونص خصم، ان انت كل ما هتدفع اكتر، يعني لو في خدمه هتدفع فيها فلوس كتيره بتلاقي خصم هنا، هتوفر. لان انا بستخدمها ساعات من ناحيه اليوتيوب. فهمتوا اي حاجه؟ هتلاقي دي عندك يا باشا اتفعلت. اهم حاجه تفضل ملاحظ الملف الشخصي بتاعك يكون اخضر. حاول على قد ما تقدر ان الملف الشخصي بتاعك يكون العلامه خضراء. ما تعملش اي مشاكل. لقيت اي فيديو بسرعه نازل عليه مشكله، خش، ما تشيلش الفيديو من ال3 نقط من بره وتشيله، لا، ما تدوس عليه حذف. خش على الفيديو نفسه وخليه يشتغل، وخش احذفه من قلب الفيديو جوه من عندك. اوكي، خلي بالكم من المعلومه دي بجد، يعني اللي بيفهم في الريل بتاعت الفيسبوك فاهم انا بقول ايه كويس. لان هو لو اتحذف من بره بيقعد 30 يوم في السله، فاوبس بيروحوا يقفشوه من السله، فهنا بتاخد مخالفه. لا، خش وخلي الفيديو يشتغل قدامك، وهتلاقي نفس ال3 شرط اللي فوق اللي هم بره، ما تتفرجش عليه من بره، يعني كانك بتسكرول كده في صفحتك وتقوم حذفه من بره. لا، خش على الفيديو نفسه وخليه يظهر قدامك، والكومنت اللي بيظهر والكلام ده، وقوم شايله من جوه. ليه هنا بقى ما بيقعدش في السله بتاعت المهملات؟ طبعا هتكلم عن الفيسبوك الايام الجايه كتير جدا جدا جدا، لاني احنا رجعنا على الكونتنت بتاعت الفيسبوك. هعلمك ازاي تعمل محتوى نضيف جدا وسهل، وازاي فايرن، وازاي تجيب بالملايين، زي برضو ما وريناكم في اليوتيوب ازاي تنزل فيديوهات شورتز اجنبي وتجيب فلوس منها والكلام ده كله. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب، وبكده نقول لكم سلام.